عينيا. ايه القرف ده؟ انت ناوي تخيط له بالخيط ده كله لعاب. انت كده هتجيب له غرغرينه في دماغه. فين التعقيم؟ تعقيم؟ هو انت الف بعد الشر عاوزني اعمل له عمليه عشان ما يخلفش تاني؟ بس حلو، عجبتني. المفروض يكون اخر واحد في سلالته فعلا. بقول لك ايه، بعد ما نخفف دماغه ممكن نبقى نعملها. ثانية واحدة يا دكتور، ما عندكش خيط غير الاسود دي؟ يعني ما عندكش خيط شفاف او خيط لونه الدلد عشان ما تبانش؟ لا والله يا هجرس، الحقيقه ما عنديش في العياده كلها غير اللون الاسود. وبعدين اللون الاسود مضايقك في ايه؟ اللون الاسود ده لون محايد. عارف انت لو سبتني اخيط لك دماغك باللون الاسود يا خرابي هتبقى اشيك ولد في المزاريط. ده غير كمان بيقولوا ان اللون الاسود ملك الالوان. لا، الاسد ملك الالوان. لا، الاسد ملك الغابه. لا، القبيسي ملك المانجا. لا، البرنس ملك الكبده. لا، الفلاح ملك الكبده. لا، فريد شوقي ملك الترسو. لا، الممرض ملك الرحمه. فاشل، حتى الحاجه اللي ليها علاقه بتخصصك مش عارف تقولها. اسمه الممرض ملاك الرحمه. فاشل. معلش سوري، وايه علاقه التمريض بتخصصي؟ انت خريج ايه يا ماشي. طب خريج طب. حبيبي فاكر انه لما يخلي الكلام سوفت هيعدي معايا؟ ها، زي اي حد بيئه يحاول يخلي زي مثلا ايه، بلاك ولا بلاك. والتوباي صح كارفور ايفون. طب انت عارف نفسك اهو. ايوه. خلاص يا دكتور ربيع، اعملها لي بخيط اسود، بس والنبي اعمل لي تانية سحريه عشان الخيطه ما تبانش. يا ابني وانت شراب بيتكلم ده وشك. وانت اللي قاعد تتكلم، انت السبب في اللي بيحصل لي ده. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتحاسبني عليا؟ انا الحق عليا اني جبتك هنا، كان المفروض اسيبك تموت في الشارع. وانت يعني موديني المانيا اتعالج؟ ما انت جايبني هنا. نمرود. لا من فضلك لو سمحت. اولا المريض دلوقتي عندي في العياده، يعني خلاص بقى ضمانتي. ثانيا حالته حرجه، ما ينفعش يتضرب الا لما يخلص كورس الانتيبيوتيك بتاعه، وكورس الانتيبيوتيك يخلص بعد يوم ونص. انتيبيوتيك ازاي في يوم ونص؟ يعني ده الكونجستال في 3 ايام بيخلص. مش فاهمك، ايه نوع الانتيبيوتيك ده؟ الانتيبيوتيك بتاعه هو مستورد، هتدوخ عليه شويه. انا كاتب له على برينجلز، لو ما لقيتوش جيب البديل المصري، هو كويس برضه. شيبسي في نفس الماده الفعاله. ولو هبط مني بالليل الحقه بدوريتوس؟ ده عند اللزوم، ويا ريت على غيار الريق، وتدي له مثلث واحد، بلاش شطه وليمون عشان معدته، خليه جبنه. النبي يا دكتور ربيع، ما تكتب لي على توينكس او هوز. عاوز هوز. ما تسيب الولد يطلب اللي هو عايزه. حاضر هيبقى اكتب لك. انا جايب ابن اختي معايا، جايبك انزران. في يا سيدوني، يعني انت اللي ضربني وعاوزني اموت كمان؟ بقول لك ايه، انا هستناك دماغك تلم عشان ابطحك وتتفتح تاني. لا معلش، عشان ما تغلبونيش بقى. الخيط انت شايف عامل فيا ايه؟ لو هتضربه اضربه دلوقتي عشان اخيطه مره واحده. جدع، اول مره في حياتك تقول كلام ليه معنى، بس غبي في نفس الوقت، عشان مش هندفع لك كشف تاني. لا انت اللي طيب، انا كنت هسبق حالا مرتين. انا اديك 3 بس سيبني في حالي اللي هعمله دلوقتي. خلاص يا سيدوني، حقك عليا يا سيدوني. الحقني يا دكتور ربيع يا ابني وانا فاضي. ايه ده؟ ما تفتح يا مربوحه. ما تفتح انت يا سجوني. صباح الخير. خير صباحين. ده زي صفار بالطين، ما تصبحي عادي. صباح الخير عادي. تفطر؟ يا ريت، بس عاوز نسكافيه الاول عشان عايز افوق شويه على الموبايل. خلاص والنبي يا سيدوني، خلاص حقك عليا. هموت يا سيدوني. بتضربني وانا عيان يا سيدوني، حرام عليك. اي لو بتموت. اوه ماي جاد، مربوحه. ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه يا سجوني؟ مصيبه. الكبير اتجوز علي. انا كان قلبي حاسس كلكم مخبيين علي. يا خالة يا عوض، ادوني الورشة. ايه الهبل ده؟ ده ايه بالظبط؟ انا جبت سيره الكبير؟ امال ايه اللي حصل يا سجوني؟ لا ثانيه واحده،
وبعدين انت تزعلي نوديك الورشه ليه؟ روبوت؟ فيها ايه يا سجوني؟ هدرس الحيوان صورني انا ودكتور ربيع واحنا بنضربه، نزلها على الصفحه عنده. ده انت قديم جدي. ده فيديو نازل من الساعة 10 الصبح. قديم ايه؟ قديم ايه؟ الساعه 12 يا هم ساعتين. في الساعتين دول هجرس نزل يجي 3 فيديوهات. انت مش مفلوله؟ شعري؟ لا عامله راسته. انا قلت انك قديم ومالكش في المصطلحات. مفلوله يعني عامل له متابعة يعني. يخرب بيتك، فولو جايه من فوق. فاهم؟ زي مسطب الجهاز هفرمطه. ما طبيعي يبقى بعدها هفلوله، طبيعي. انا هفلول هعمل فولو للحيوان ده. في الحرب يا سيجوني لازم تدرس المنافس بتاعك وتعرف نجح ليه. ده على اساس انه نجح. ايوه دي فيديوهاته مكسره الدنيا. دي القناه بتاعته فيها يجي 50,000 متابع. ازاي؟ وامتى عمل الفيديوهات دي؟ ما مصدقنيش؟ هي صفحته و50,000 فعلا. شاهد قبل الحذف الناموس مالي الأوضة عشان أختي نسيت الشباك مفتوح فبعتها الصيدلية تجيب قرص ما لقتش، بس راحت للبقال وجابت وكان عليه خصم كبير والسبب مفاجأة. ده عنوان فيديو ده ولا مقالة في جورنال؟ لا وحاطط ايموجي واخد نص الشاشة. اللي عامل كده ده بيشحت. او الفيديو ده تحديدا ملعلع وجايب يجي 15,000 مشاهد. ازاي؟ طب بصي، انت هتفيديني علشان انت نفس المنتاليتي ونفس الباك جراوند. ايوه يعني انا صح. طب بصي هسألك سؤال، الفيديوهات دي بتأثر فيكوا ازاي وليه؟ عاوز الحاج ولا ابن عمه؟ اسخف سؤال سمعته في حياتي وهرسوه في كل المسلسلات. عمرك شفتي حد في المسلسل طلب يسمع ابن عمه؟ لا بصراحه ما حصلتش. طب ايه ابن عمه؟ انا عايز اسمع، قولي لي ابن عمه ايه؟ عندك حاجه تقوليها؟ لا بصراحه. يبقى تلاقي له الحقيقه. يا سيجوني بدل ما تركز مع هجرس واللي عمله هجرس، ركز تعمل محتوى هادف. يا سلام، كانت تايهه. ما انا عملت محتوى هادف. محتوى هادف شعبي. عارفه فعلا مش فاهمه. مش فاهم. مش هو بتاع لا لما حد يقصف جبهة حد فجأة هذا الدكتور عشان يغيب صح؟ هي دي. ايوه ولما حد بيكتشف حقيقة مرة فجأة الشاشة تبقى أبيض وأسود. لا هو دي صح؟ مؤثرة جدا. ازاي؟ مؤثرة ازاي؟ ده انا ببكي بكأة على المزيكا بتاعت خلاص يا سجود. خلاص والنبي خلاص، قلبت عليا المواجع. ده شكلها فعلا الحاجات دي بتاكل. ماشي، جاي لك يا هدرس الكلب. directed by جوني بام بام بام. طمني يا دكتور، قول لي اي حاجه. انت هتقعد شهر تقيس الضغط؟ يا كبير انا في حيره ما بعدها حيره، تقدر تقول عايم في بحر من الحيره. طبيعي، احذف لك مايو اسبيدو. التريقه كمان يعني انتوا مش فالحين غير في التريقه انت واخواتك بس، انما علم طب منطق للامور مفيش. طيب يا عم محقوق لك، ايه التشخيص؟ حاجه من 3، يا جهاز الضغط بتاعي بايظ، يا الساعه بتاعتي مأخره، يا الواد ده مات. وانا الحمد لله جهاز الضغط بتاعي زي الفل ولسه نافخ بيه العجله بتاعت العربيه قبل ما اجي، ساعتي عمرها لا اخرت ولا قدمت، مظبوطه، يبقى البقاء لله. ولدي انا عايش يا وين اموت. اسكت، هتفهم احسن من الدكتور. قول له يلا انت كمان اطلع لهم. ما بينطق اهو، ما تشوف شغلك يا انت. حاضر. وسع يا حماده كده. عترة بلا زفت وخش. يا ركبتي يابا. الله يرحمك يابا. اي اجيب لك دكتور؟ ما بحبهمش، اطيق العمى ولا اطيقهم. ده انا دخت 7 دخات عند كل العطارين.
ان حد يكتب لي وصفه، ان حد يعمل لي عمل ولا حجاب. اخر واحد قال لي تدوب لبان ذكر جوه سبرايت، بقيت اعملها بس للاسف طلعت بتسهر، دهنتها على ركبي، بقيت انا انام وركبي تسهر. ليه؟ هو نسكافيه؟ بعدين دي اساسا وصفه جلب الحبيب. انت يا كبير لو تسيبني انام جنب حماده ساعه واتغطى اقسم بالله هعرق واقوم لك زي الحصان. وانا مالي بيه؟ ما تضحك بالجاهز، انا عايز الواد اللي يقوم كيف الحصان. حاضر. كح كده يا حماده. معلش يا حبيبي، كح تاني. طب ده بيكح ولا بيركن؟ لا مش ربط الحزام وبيشرك في الدورة. انت بتعمل ايه يا ابوي؟ بتنمر. انت خليتني اتنمر على ولدي؟ انت مجنون انت ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شوف شغلك. حاضر حاضر يا كبير. بص يا سيدي، الواد دوت عنده مشكله من 3، يا مشكله في الكبد، يا مشكله في عرق التريبيانكو، يا مشكله في بيت الكلاوي، مفيش رابع. طب وبالنسبة للفليتو والانتركوت؟ لهوي عليهم مشويين زبدة. بيشموا النار شم كده. عندي طبقين في الفريزر. اروح افكهم لك بسرعه وسجع لنا شوية عنب. يا لهوي على مزاجك في الاكل. بينا يلا. ولدي انت ايه؟ انت جنسك ايه؟ اشطال لابس بلطو يخش لي كيف سرسوب الهوا ويقول لك نيفه وكلاوي ايه؟ بنكشف عند الرفاعي الواد بيكح، يعني عنده حاجه في الصدر. ساذج. او ده اول تفكير، التفكير السهل. انا كان نفسي اديك تشخيص ما حدش اداهولك قبل كده. وانا جايبك تفصل لي بدله؟ اخرس. قول لي يا عتر، حاسس ايه؟ حاسس اني تعبان. اتكلم زين يا اللي فيك بالبنيه في خشمك، قسما بالله هجيب الطبنجه وطخك انت وهو. وانا مالي؟ حاسس ايه؟ حاسس اني كحيان. ايه؟ بكح يعني. كل ما اجي اروح المدرسه وان عندي مغص وصداع. كل ما اجي اروح المدرسه واني مدروخ كده، وكل ما اجي افجع، وكل ما اجي اروح المدرسه. وبتحس رجلك منمله؟ كل ما اجي اروح المدرسه. وصفاره في ودنك؟ كل ما اجي اروح المدرسه. انا عرفت عنده ايه. والله العظيم باينه كيف الشمس. طب ما تشوف لي حاجه لركبتي. يا حبيبي لساتك عيان؟ عيان قوي يا ابوي. طب اجيب لي كوبايه ميه. ما الدكتور منانا اجيب ميه لحد، وبعدين حلي مهدود خبر يد البتناجه دي اللي هي عجلتين وبتمشي بالكهرباء لحالها من غير جدون، اللي انت واخوك كنت قلتوا لي عايزينها يا باب. السكوتر؟ ايوه. ماله؟ جالي تانيين هديه في طرد. صح يا ابوي؟ صح. فين ده؟ الصفرة عند جوني. تعال يا حلوف اقعد. اقعد. اسمع يا فكك من شويتين دول. الراجل ما بيكذبش. كلمني راجل لراجل. انت ما عايز تروح المدرسة ليه؟ انا قصرت معاك بحاجة؟ فسح وبفسحك، اللعب وبجيب لك. اعمل ايه تاني؟ انت عامل اللي عليك وزياده يا ابوي. امال ايه عاد؟ انا كاب ما مقصرش معاك، انما انت كجود بوي مقصر. معيش تروح المدرسه ليه؟ اقول لك الصراحه؟ قول يا سيد ابوك. انا اتعركت في المدرسه. ضربت حد؟ يا ريت. حد ضربك؟ يا ريت. امال ايه يا البت جليله كل ما تشوفني تتريق علي. بت؟ وقت كيف الطور كيفك يقول لي بت؟ انا قلت اتخانقت مع تالتة اول تمن لحالك، ولا اتخانقتوا مع مدرسه الصنايع داخلين عليكم بالسلاح، انما تقول لي بت؟ كانك مستهون بجليله دي البت جليله دي مربيه الرعب للمدرسه كلها. ليه؟ ملبوسه؟
لا ما بلبسهاش. امال عملت لك ايه جليله دي؟ انا هقول لك. نعم. انت فاكر نفسك قصير انت علشان تقعد في اول ديسك؟ ده انت قد السبوره يا بغل. بغل؟ قالت لك يا بغل؟ هي ما خبرش انت ود مين؟ لا خبرة، بس جليلة دي ما بيهمهاش حد وبتطيح في اي حد. طب عملت لك حاجه؟ قالت لك حاجه تاني؟ قالت. ما تجريش في الفسحه براحتك قوي كده لحسن تخبط حد من زمايلك. انت مش شايف انت قد ايه يا طور؟ ده 5 سندوتش تاكله في ربع ساعه يا مفجوع. احنا كلنا عرفنا انك عيل، بس شبت تركيبه عملت لك طفره جينيه يا طويل يا او انت خلاص يا عترة، خلاص هي مش موجوده هنا. استهدى بالله يا ولدي، لا حول ولا قوه الا بالله. طب هي لما قالت لك كده ما سكتش انت؟ ما سكتش ها؟ لا سكت. اصل جليلة دي جليلة اصلها اصل خلاص يا ولدي، خلاص عاد. رجاله ما تبكيش، انا اوعدك بكره اجي معاك المدرسه واخلص لك الموضوع ده نهائي. هنروح المدرسة؟ ايوه. قالت له يا بغل. صدقها دي في المدرسه. انا ما خبرش كيف يعني، هو مش عشان الواد انت عشان هبابه وبقي كيف العيد اللي مسففينه ملح تقول له كده. ايش ليه يا ابوي؟ لا مؤاخذه يا عتر. لا طبعا العترة، يا سلام، العترة ده متربي واخلاق، ما ينفعش العيال تتنمر عليه حتى لو بيجي بسم الله ما شاء الله زي الطور. يا مستر ياد ما هو قال بسم الله ما شاء الله، يحسدك يعني ولا ايه؟ هو الموضوع في الحسد يا ابوي؟ بس ياد بلاش تفاهه. لا مؤاخذة يا عتر. يعني انا بس بيني وبينك يعني بكلمك كأب، انا قلبي وكلني على ولدي. يعني حط نفسك مكانه، طفل صغير عينيه ما تشوفش غير ركب الناس، فجأة بقي كيف الفيل بتاع تايلاند اللي اركبوه يتصوروا معاه سيلفي وينغزوه بالعصيان. طب ما نروح لجليلة احسن. يد مجرد تشبيه عشان يفهمني. لا يا كبير، حقك عليا انا هتصرف. العترة زي ولدي، اني برضك عندي عيل شحت زيه بالظبط. انا ماشي. يا ولد انت ده حتى ما قالش بسم الله ما شاء الله. صوتك عالي. بتضحكوا قوي. قول اسف. اسف. لا مؤاخذة، أنا بس عندي يعني سؤال برضك. هي البنت دي بنت مين في البلد؟ يعني طلعت مرة واحدة كيف النبتة الشيطاني؟ اغراب يا كبير، جت مع اهلها من القاهرة اول العام الدراسي. بس خلاص اعتبر المشكلة اتحلت، ده انت كفاية جيتك يا راجل. ربنا يخليك. وليك عليا يا عترة هاخد لك حقك من جليلة تالت ومتلت، هعمل لها استدعاء ولي امر واخليهم يعرفوها غلطها، وانا بنفسي احرج عليها تجرب مني. او النبي يا مستر بعدها عني خالص. أنا بس عندي يعني اقتراح، وما اقصدش يعني إني أتدخل في الشغل يعني. ما تشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، يعني مثلا نقولوها فصل تاني. عاملها ازاي دي بنت لسانها زي المبرد. إيه؟ لا يا كبير، اقصد ان الفصل الثاني كله ولاد. طب ما تنقلوه هو. والله فكرة برضو يا جميل. الله يخليك، شايف يقول لك نظر والله. لا ما اقصدش يا كبير، ده انا بنادب على الفراش. بس انت جميل برضك يا كبير. بيجاملك. تعال يا جميل. أوامرك يا سعادة البيه، أمرني. خد العترة معاك لمشرف الفصول بتاع السنة بتاعته، وقول له الاستاذ سعيد بيقول لك انقلوا من فصله لفصل تاني، وروح شوفهم عندهم حصة ايه وخد العترة معاك. بس يا سعادة البيه كل التلاميذ في المسرح بيعملوا بروفات المسرحية الجديدة يا سعادة البيه. الله. خدني المسرحية يا مستر، أنا نفسي أبقى ممثل. ما فيش الكلام ده، أنت مش هتمثل يعني. أنا ولدي هبقى دكتور. هبقى أعمل دور دكتور. ماشي تمشي برضك. خلاص يا كبير، سيب الواد شكله موهوب، قول له الاستاذ سيد ياخد العترة معاه في المسرحية. حاضر يا سعادة البيه. ماشي. سلام يا أبوي. حاضر اتفضل.
بس انا خايف عليه من الوسط الفني، لان المجال ده واعر وهو ادواره مع وبعدين احنا قلنا ايه؟ الله، حقك عليا يا مريضة نفسيا يا طماطم، يا مختلة يا طماطم، يا سايكو يا بنت السايكو يا طماطم. كويس، بس بلاش يا بنت السايكو، مامتها مالهاش ذنب. ثم يا ابني ده مش مرض معدي، هو حصبه. السلام عليكم يا ريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريس. شكلكم بركبية عشان كده بتقولوا ده. لا يا سيدي، أنا مش ريس، أنا دكتور. واضح من لبسكم إنكم مش من البلد. بلد إيه؟ واضح إنكم مش من الكوكب كله. بس whatever. أنا ياما شفت في البلد ديت، مفيش حاجة غريبة. عدم لا مؤاخذة يعني ما فهمش اللي حصل يعني الواد ده قاعد يقول مجنونة يا طماطم، مجنونة يا طماطم. قمت انت داخل وقافش عليه من واحنا صغيرين واحنا نسمعوها مجنونة يا طماطم. ايه اللي حصل يعني؟ خطأ علمي فادح. شوف يا، ما تعرفتش بالاسم. 6 كلوز. شوف يا حاج سانتا. لا مش كبير قوي للدرجة دي يعني انا اربعيناتي. امال دوجلاس ابيض ليه كده؟ اللي شفته يا ولدي دقلي طقطقة. عندك حق. شوف يا سانتا بيه، الولد دوت عمال ينده ويقل ادب ويتطاول على الطماطم ويقول زي ما حضرتك سمعت كده مجنونه يا طماطم. انا مسحت بيه تراب المزاريطه. ليه؟ لان دي عنصريه، جهل، تنمر، قله الادب دي. قالت له ايه الطماطم؟ الله. الله ينور عليك، الله ينور. يعني انا معجب يعني بطريقه تفكيرك. اول مره انتبه لحاجه كيف كده. جبتها كيف دي؟ طيب يعني بسم الله ما شاء الله عليك، شكلك دكتور فاهم. الحمد لله. وكدت الدنيا. ليه سايب الواد ده يبيع طماطم قدام الوحده؟ لا، ما هو الفرشه دي بتاعتي. ايه؟ بيني وبينك انت مش غريب. مش غريب كيف؟ يعني في اغرب من كده البس لك ايه تاني؟ هو هريبر، مش ده المهم. اصل انا عليا اقساط زي ما تقول كده، بحسن دخلي. ايوه. طب وبالصلاة على النبي يعني يا دكتور، عليه الصلاة والسلام. معاك تصريح لفرشة القوطة دي؟ تصريح؟ تصريح ليه يا معلم؟ ده احنا عايشين في المهلبية. ميغا. ما يمكن يكون العمده يعني راجل كريم ومخليكم تتناقشوا. كريم؟ هو دريان بحاجة؟ ده نايم على ودانه. كل اللي فالح فيه بس كل شوية يمسك حد مننا ويقول لك همسكك السلك عريان يا وجع مربربة. مرار طافح. مرار طافح، برافو عليك، واضح انك عارفه كويس. ايوه. طب انا سمعت يعني انه عمدة البلد قفلك مركز التجميل ده قبل كده. ايوه سمعت، عاجبني اداك قوي. عندك حق، وحياتك ما عداش 5 دقايق ورجعت ريما لعادتها القديمه ورجعت كل حاجه. بقول لك ملوش لازمه. هتيه. الكبير. نهارك اسود يا دكتور ربيع. لا ما هو ايه؟ هتقول ايه؟ ما انا مش الدكتور ربيع. ايه ده؟ امال انت مين يا عم انت؟ انا احمد عبد العزيز. ايه؟ قصدي انا اخو الدكتور ربيع. انا خريف اخو الدكتور ربيع التوأم. انت ما تعرفش ان الدكتور ربيع له توأم ولا ايه؟ ولا نعرف حاجه، احنا اساسا مش متوكدين اذا كان دكتور ولا لا. لا دكتور وزي الفل. بيني وبينه اسابيع، 3 4 اسابيع حاجه كده. وعندنا اختين برضه، صيف وشتاء، الاثنين توأم برضه. شتاء كانت لسه موجوده، راحت تمطر وزمانها جاي. انت ابوك كتب عن امك في الفور سيزونز ولا ايه؟ لا، في نادي المعلمين، بس الفور سيزون كان مشغول. ايه يا عم الكلام ده صدعني. انا سخن يا فزاع. ده تغيير فصول، ما تقلقش مفيش حاجه. بقول لك ايه يا انت، قول للدكتور ربيع اني لو قبضته ليلته سودة. وانتوا يا شويه حوش قدامكم نص ساعه، قسما بالله لو ما لميتوا كراكيبكم ومشيتوا لسفلتكم باللوادر. يا تقاوي بقر، رجع لعينيمكم المغرب. يا ابوي، يا ابوي. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده؟
عرفت ليش؟ انا مين؟ الكبير؟ تصدق ما عرفتكش؟ كنت فاكرك جون ترافولتا. ذكريات الشباب، الكراش بتاعي. ايه اللي انت لابسه ده؟ ما انت خابر، انا راجل مسؤول وعندي رعيه فلازم اتفقدهم. بتنكر نكيره. نكيره؟ واهل البلد سابوك؟ انت حتى ضميرك كان مستريح؟ ايه علاقه ضميري بالنكيره؟ ما انا مش فاهم انت بتقول ايه بصراحه. طب اشرح لي عشان دماغي ما تسرحش. بدعبس دعبيسه. دعبيسه سلاش نكيره. انت بتجوجي ليه يا مخبل انت؟ يعني تمويه، بعمل تمويه، مش عايز حد يفقسني. يا راجل، يعني انت فاكر ان انت محدش هيفقسك كده؟ ولا واحد في البلد فقسني. دي تبقى كارثه يا كبير. ازاي يعني؟ مفيش اي كيو في البلد؟ unbelievable. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك. وها انت طلع عليك في التجمع. ها الحشم يا ولي. ايه التجومه دي؟ مالكش صالح انت. تجومه؟ بقول لك يا ولي، انا واقع من الجوع، حضري لي الوكل قوام عشان الحق انام شويه، تعبان. طب ما دام تعبان يعني تطلع تنام على طول، وبكره احضر لك الفطور والعشاء سوا. ايه الفتي دي؟ انت حد طلب رايك؟ اعملي الوكل يلا. ما هو بصراحه يعني ما فيش وكل. ايه؟ فيش وكل كيف؟ ليه ما فيش وكل؟ وانا اعمل ايه يعني؟ ما انا قاعدين 4 ساعات منقوعه في الميه عشان انضف. 4 ساعات منقوع ليه؟ بتعمي في بكابورت. بكابورت؟ سي ولا كيال؟ بالديم. ديم كيف جزمه؟ لا هنسلها على نفوخك دلوك. بعدين 4 ساعات ليه يا ولي؟ بننقع فول مدشوش ولا ايه؟ ولا تكوني فاكره انك عروسه جديده وهتتجلع الجليع، الكلام ده ما ياكلش معايا واصل. لا لا معلش، هقول كلمه حق. مربوحه النهارده يا كبير طول اليوم كانت بتتهان. ولادك عملوا فيها اعمال ما تتعملش صراحه. شفت فيلم هوم الون؟ بالنسبه للي حصل لها ولا حاجه. عيالك عدوا ليفل الوحش. امال ايه نتعه الصدر وبدور ورشه لحالي؟ ها فين الكلام ده؟ ما قدرناش تقول لعيالين صغيرين بس يا حبيبي لا يا بابا. لا هي قالت لا. قالت لا، بس بصراحه يا كبير انا اول مره في حياتي اعرف معنى المثل بتاع لا تلقك. عيالك لقوها، مراتك بقت ملقوقه. بس يا عم نفسه مدل انت. وانت يا وليه، انا اساسا متجوز عشان اشوف مصالحي، والمحافظ ما يرحمنيش. ده اول واخر مره. تعرفي انا ما طفحش. طب جهز لك الحمام. ما عاوزش منك حاجه بلا زنطره فارغه. يا مربوحه، اخرت خدمه الغز علقه. يرضيك كده يا سيجوني؟ لا ما يرضينيش، بس انت عارفه يعني الكبير من بره يبان جانجستر وصعب، بس هو من جوه طيب. ايوه، هو بس مجرد انه ينام ويصحى يصحى كويس. مش هو نايم دلوقتي؟ ما خبراشي. عيطت عليه فنس ما تدلاشي. اوه ماي جاد، فقس ما تبلاش ازاي؟ قصدي يعني ندهت له وما ردش علي. يا وقع مرمرمه. وقف يا اشرف. شغل يا اشرف. وقف يا اشرف. وقف يا اشرف. لساتها متخيل عليك. انا قلت وقف. وقف حيموت منين. وقف. عمر الفولت ما موت فكره. عمر السلك ما يكهرب علب. لا عادي بيكهرب عادي. بعدين دوك العلماء مش الحلنجيه. انطقيات. مين الكابتن ده؟ العترة. انت هتجنني. عاوز تقنعني ان ولد العترة شرب الهبل بتاعك بقي شبه الشويش عطيه؟ الهبل ده اكتشاف علمي فذ، وبعون الله هيسحب الترند من الفيمتو الثانية، وهيقول للدكتور ذويل. ذويل ايه؟ اسمه ذويل. اكده انت مش عالم، اكده انت ألدغ. العشم خدي في الذال. هتقول للدكتور ذويل
سوري يا دكتور، قوم واحنا هنقعد مكانك. مين انتوا؟ انا والفكره. لا قوم انت كده، قوم قوم لك اهربك، قوم وفهمني. ده ولد العترة؟ ايوه ده العطر. ايوه انا العترة يا ابوي. ما بس يا كابتن، خابر لو الخريف اللي بتقول عليه ده طلع صح، اللي هعمله فيك هيسحب الترند من البطه شيماء. هو انا لا مؤاخذه في الكلمه بعت لكم التركيبه دي على الدوار ديليفري؟ هو انت قفشتني عند بوابه الساحل وانا بوزعها دعايه؟ ولو ستة كنت دققت النظر واهتميت شويه كنت هتلاقي مكتوب تحذير تحت كلمه كامل الدسم. تحذير بيقول ايه؟ يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال. ولا سيادتك فاكر انك شغال مع هواه؟ بلا تركيبه بل ما تركبهاش. ولد العترة يرجع، ولو ما رجعش لبلغ عنك وزاره الصحه يرموك في السجن. وماله؟ اترمي انا في السجن بس مش هترمي لوحدي، هياخدوا الباشا معايا. واه ياخدوه ليه؟ الله، عشان يشوفوا التطور الجيني اللي حصل للولد. واه كيف الهامستر الابيض؟ بالظبط، الهامستر الابيض. وشوف بقى يا ترى هيقعد عندهم يوم، اسبوع، شهر، سنه، ويمكن العمر كله. يوقع مربربه. يعني ولدي العترة هيبقى كيف جيليفر كده لحد اخر عمره؟ شوف يا كبير، انا مقدر الصدمه اللي انت فيها، بس ده ما يمنعش ان انا بحملك المسؤوليه كامله. ازاي يا كبير تسيب تركيبه بالخطوره دي قدام طفل بالبراء بالمنظر ده؟ ها؟ يعني انت بتوكد ان ده ولدي؟ والله انا متاكد، بس ده ما يمنعش عشان اطمنك نعمل التحاليل. ايوه صح، نعمل تحاليل. يلا استاذنك في العلبه اللي على الكومودينو دي. تفضل يا دكتور. تحليل ايه؟ بول دي ولا ايه؟ لا لا، ده من توست نعناع. تاخد واحده؟ انت قادر دم اتنزع منيك ولا قرعه ابو اللي جابك ايه؟ ما تصفات دي هذه وخلص التحاليل. اوكي، قول لي يا عترة، بتحب الورك ولا الصدر؟ لا انا هاخد ربع نيفه وهات لي بابا غنوج لحد ما ابويا. وقف! انت بتعمل اوردر من عند شلقامي؟ ده سؤال علم بقى يا اخي. انا هعيد السؤال تاني، تحب الورك ولا الصدر؟ الصدر. وانت يا كبير بتحب الورك ولا الصدر؟ انا ما اكلش غير الصدر. يبقى ابنك. الله اكبر، الحمد لله. ايه ده؟ ايه التخريف ده؟ اسمه ايه التحليل المخرف ده؟ دي ان ايه؟ دي ان ايه؟ يعني ايه؟ الدي يعني دجاج، والان يعني ناجتس، والايه اللي هو ايه بقى؟ ورك ولا صدر؟ ايه بقى؟ انا دماغي هتطرشق. بس تعرف تفاهتك دي جابت لي فكره. اسمع يا عيد، انا هسألك كم سؤال، لو جاوبتهم غلط تبقى مش ولدي وهطخك، ولو جاوبت صح ما تخافش مش هطخك، هتبقى ولدي وانا وانت هنطخ الحيوان ده. ماشي. اسئله زي ايه يا ابوي؟ لما بدخل اخد شاور بدندن اغني اقول ايه؟ بتوصفني بتكسفني للاستاذه انغام. طيب لما باخد القيلوله بعد ما بصحى بعمل ايه؟ اول ما بتصحى بتفتح عينيك. يا سبحان الله. ما عادي يا ده عادي. بتروح حاطط مسمارين جرنفل في خشمك وتفهم تاني ما بتستحملهمش وتشرب الزبادو بتاعك. دقيقه، خوخ ولا منجه؟ فراوله. وبعد كده تقعد مرحرح بالكلسون في الفرندا تفليه بس يا وتفضل تغني وسط بيوجعني من ايه؟ وسط بيوجعني من غسل امبارح. بس ايه يا كبير الغنى ده كله؟ وبعدين ينفع يبقى وسطك بيوجعك وما تقوليش؟ عندي كريم رائع. خد القاطعة الباتلة، آخر سؤال، وده لو جاوبته هتبقى ولدي صح. ايه اللعبة اللي لما بتشتروها بسرقها منكم دايما، ومهما تبكوا وتدبدبوا قدامي ما تصعبوش علي واصل، ما برجعهاش
ايرون مان. ولدي ابوي 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 ابوي. الحمد لله اطمنت ان تجربتي ناجحه، واطمنت قد ايه انت تافه يا كبير. وسط بيوجعني من ايه؟ وسط بيوجعني من ايه؟ قلت لك تحطش بسكويت على السرير تقعد تشتكي من البق. ابوي انا هفضل كده على طول. تصدق ما فكرتش فيه، بتبقى مصيبه وحلت على نفوخي. مصيبتي؟ لا يا حبيبي، لا ما مقصودش، انا بس بفكر بحس عالي، مفيش حاجه. طمن. ماشي. طب احنا هنقوله للناس ولا هنخبوا عليهم؟ تصدق ما فكرتش في الحته دي. لا هنقوله اكيد هنقوله، بس الناس هتفتكرني مجنون. طب انا سجعان. قول. اللبس ما بقاش على مقاسي، انا عايز جيت في وقتك. خير يا سيدوني، مالك عامل كده ليه؟ المفروض اني قاعد ببيبي ست، بس واضح اني فاشل في الموضوع ده. المفروض انيم العيال، مش عارف انيمهم. انتوا هنا بتنيموهم ازاي؟ عادي، نسفخ العيل كف يقعد يبكي لحد لما يتخمد. ايه يا ابني الساديه دي؟ اصفخ ولاد اخويا كف؟ عايز الاقي طريقه تانية. طريقة تانية؟ أنا سمعت إن في ناس اللي ما بتحبش تتحمل مسؤولية يحكوا للعيال حواديت عشان يناموا. ازاي فاتت عليا؟ ده اي بي سي. صح، احكي لهم كلاسيكيات، يعني مثلا سندريلا، سنو وايت والاقزام السبعه. إيه ده؟ لو عاوز كلاسيكيات صح يبقى تحكي لهم أبو رجل مسلوخة، أمنا الغولة، دحرود الحبل، سعاد المحروجة. دول ولاد خالتك؟ دي كلاسيكيات، دي اسماء مسجلين يا ابني. يا حبيبي العيال بتلعب العاب فيها عنف، انا عايز ابطلهم. تقول لي ابو رجل مفسوخه اصلا ازاي في حدوته اسمها امنا الغوله؟ امنا إيه يعني؟ يعني ايه؟ الام ينبوع الحنان. انا بكلم مين اصلا؟ ما هو المسخ ده اكيد نتيجه الحواديت الغريبه دي. خلاص يا سيدوني بلاش حكاوي، إيه رأيك تغني لهم غنيوي؟ لا بلاش الموضوع ده بليز. ايه ده يا سيدوني، الغناوة كتير. ايه رأيك في غنوة كان في واحدة ست؟ بس دي بلس 18، يعني تنفع للابهات مش للاطفال. انا عايز حاجه للاطفال. ما هي دي للأطفال، أمان ما فيهاش حاجة. الليركس بتاعت الغنوة هتقول كان في واحدة ست عندها 12 بنت. من نفس الاب؟ ايوه طبعا من نفس الاب. انت بتلمح ليه يا سيدوني؟ دي ست أصيلة، ست بيت شاطرة، ودوزة ما يستغناش عنها واصل. ولو سمحت ما تتكلمش عنها بالطريقة دي. ماشي يا معلم ماشي، كمل. مفيش، جم قالوا لها يا ماما يا أجمل ابتسامة عاوزين ناكل توت. كده يبقوا اخوات من نفس الاب، نفس الذوق ونفس لفت ماما في السوق من العتبة لباب اللوج. معلش ايه الانجاز في كده؟ عادي، العتبه وباب اللوق، يعني اي توك توك ب 2 جنيه هيوصلها. ما هي ممكن تكون داية من التدمع. هي قريبتك يالا، انت بتداري عليها ليه؟ في حاجه مش مظبوطه، كل ما اقفشها تطرمخ عليها. انت اللي مصمم تشوه صورتها قدام بناتها يا سيدوني. يا ابني انا ما عنديش مشاكل شخصيه معاها، انا مشكلتي مع كلام الغنوه، ملوي دراعه قوي. ازاي توت قصاده لوق؟ ازاي يعني؟ طالما في لوق يبقى يقول برقوق اسهل. مامي لقت توت ما لقيتش توت عشان مش لايق، فربنا ما باركش. بس وهي في باب اللوج الراجل بتاع الشنط قال لها هتلاقي منه ياما في دنيا عم سلامه. وعملت ايه؟ راحت دنيا عم سلامه ودابت شويه طوب وزعطت الصدره لحد لما جابت التوت. مش بقول لك ست اصيله؟ دي حراميه وعايزه تاكل بناتها السحت. هو انت اللي عاوز تطلعها ست شمال يا سيدوني؟ عشان عم سلامه برقبتها. anyway انا مش هقدر اغني غنوه زي كده. خلاص بلاش الغنيوه دي يا سيدوني، غني لهم غنيوه لعبيني ولعبك لكسر صوابعك.
ايه يا سيدوني؟ ايه؟ اشعرت. ليه؟ ده كلام بجد؟ ايوه دي غنوه بجد ولا انت مالفها دلوقتي؟ غنوه صح. هو اللعب بالعافيه. ازاي دي غنوه اطفال؟ ايوه اطفال. انا خايف يطلع مهرجان بكره يقول لعبيني والعبك، لا شوقك ودعبك ايه. ما هو انت لو تصبر يا سيدوني وتسمع الغنوه للاخر هتعذرني. ما هي بعد كده صلحتها، قالت لها صوابعك اللولي زي الشمع المحلولي. ازاي يعني ايه محلولي؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب عشان تستريح يا سيدوني عاوزه يقول صوابعك اللولي زي الشمع الايه؟ المبلولي. مبلولي؟ ايوه. مش لوجيك. مش لوجيك؟ ايوه طبعا. اوكي. معانا شمعة، عايزين نولعها، هنعمل ايه؟ نولعوا فيها. تولع ايه؟ النار. عشان تطفي النار اكب ميه. فتبقى الشمعة ايه؟ مبلولي. ايه ده؟ لا يا سيدوني عادي، ما انا ممكن اعمل للشمعة كده. ده رذاذ وتفافة، فتبقى الشمعة ايه؟ مبلولي. ايه دي؟ لا انت بتفتي يا سيدوني. انا خلاص، انا عرفت كويس قوي انا هعمل ايه. هتعمل ايه؟ هحكي للعيال حكايتي اقوى 100 مرة من حكاية أليس إن وندرلاند، حكاية جوني وهو داخل بلاد المزاريطة. شاف كائنات غريبة، أشرف العملاق وفزاع اللي شبه فيه الشطرنج، وهدرس الهجين كلاون ماكدونالدز لو اتجوز الجوكر. في ايه يا دكتور؟ هتعمل ايه بالبتاع ده؟ مالك خايفه كده ليه؟ لطشه صاروخ زي شك الدبوس بالظبط. امال هتعملي ايه بقى في القشط والصنفره الخشنه؟ نكبت كده يا حاجه ولا ايه؟ بعد ما اخلص عايز اعمل لك نوز بيرسينج، هيبقى مجرم عليكي. وده بكام ده يا دكتور؟ ما يهمكيش الفلوس، شوفي الخامه وبعدين نبقى نتكلم. عندي كمان جنسات ليفايز متهربه من بورسعيد، جميع الالوان تحفه. دكتور كبسه، انت عندك اللوز ها؟ بصي انت تشربي تلج سخن مولع وسبايسي. ممثل فاشل، كفايه حوارات. حدانا حاله طارئه. لا حاله طارئه، يبقى بالسلامه يا حاجه، بالسلامه. اتكل على الله انت. الكاشير بره حاسبيه. فين الحاله الطارئه؟ وين؟ نفادي. ايوه. ماله نفادي؟ خير. تعالي يا ست ابوك، تعال. ايه ده؟ بالراحه اقعد هنا. يا الله، انا افضل مستني كتير كده ولا ايه يا كبير؟ فين الحاله الطارئه؟ سلامتي. شوف ميمي. ما تهزرش بقى يا كبير. وانا من ميتة بهزر معك يا جلوس الطين انت. تحت العروسه دي في كائن حي ومأفور. معلش بقى، دي محتاجه طبيب بيطري مش انا. على العموم حاضر يا سيدي، عينيا. مالك يا ميمي؟ مين اللي مزعلك؟ ميكي مضايقك؟ مزعلك؟ طيب استاذنك بقى تشيلي دوت عشان نقيس الحراره. معلم مكياجي بايظ. طيب ممكن ترفعي الفستان دوت عشان اكشف سماعه. بودي كاري نارين ومعطل. يحرق ابو اللي جابك. ميمي زي الفل ما فيهاش حاجه، جيب لها بس جبنه رومي وحاول لمده 3 أسابيع تبعدها عن القطط. طب يعني لو احتاجت تنفس صناعي انا في الخدمه. الصناعي ايه؟ بيقول لك طارشه جوه طارشه. شوف يا كبير، هو الموضوع كله خيال علمي، بس انا مش مستغرب دي، انا مستغرب من ده. ايه ده؟ ايه ده؟ تصدق وتؤمن بالله. امنت بالله ورسوله عليه الصلاه والسلام. انا برضك مستغرب مني من ساعه ما عرفته، مش فاهم له حاجه. هو تايلاندي ولا صعيدي؟ ولو لونته اصفر يبقى زي المينيونز. ولو لوناه احمر يبقى زي امك. معلش بقى يا دكتور، كنت عايز اسال على حاجه. هل اسعار الاكستنشن كام؟ وهل بتبان بعد العمليه ولا لا؟ طبعا. برا. خدها وياك. يلا خدها معاك. يلا يا مين. يلا هنستنوك عشان نكملوا سهرتنا. مش هنسى لك الموقف ده. خليك على كنا بنسيه. بحبك. بعلو صوتي بقول بحبك. ايه يا كبير ده؟ عرايس. الناس في البلد تقول ايه؟ قول لي وانا اجيب لك. ايه ده؟ وانت ما فيش نشاط مش دايس فيه ولا ايه؟ وبعدين تعال هنا. اتفضل. ايه نفخ وما نفخش وشفط وما شفطش من ميته. هي الوحده الصحيه بقت بتاعت ابوك ولا ايه؟ هي دي ميرسي؟ فبدل ما تشكرني اني بنهض بالبلد بتاعتك دي،
عاوز اخليها مش اقل من باريس، روما، حدائق الاهرام، ميونخ، دبي. واعطونها ببلد كيف؟ بالتاتو والبيرسينج. فكك من كل ده. قال كاتب لي ازاله البواسير بدون جراحه وبدون الم. حزيلها كيف دي؟ حزيلها بالفوتوشوب؟ لا معلش بقى، دي تخصصات، دي حاجات لو عرفتوها تبقى عمده. طب ماني عمده. عمده يعني عميد. ايه ده؟ واه إيش؟ انت مربي حوت ازرق؟ لا، هو كان عندي فيل ازرق بس عمل تاتو ومشي من شويه. لا، ما هو ربنا ما خلقش الصوت ده غير في حاجتين، الحوت الازرق واشرف. اشرف لا اشرف يا كبير ما يصحش. واه اشرف، انت بخير يا اشرف؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا بعمل عمل عظيم قوي قوي يا كبير. وايه العظمه اللي هتعملها في المكان ده؟ هتشيل شعر صدرك بالليزر ولا هتركب ضوافر اكريليك؟ انا هفيد البشريه كلها. اول حاجه هقضي على الجوع، ما يبقاش في مجاعات في العالم تاني واصل يا كبير. انت موصل استروكس في الوريد؟ من فضلك يا كبير اتفضل اطلع بره، انت كده بتنتهك خصوصيه الوحده الصحيه. ولو ما قلتليش بتعمل ايه انا هنتهك خصوصيتك انت شخصيا وفي ميدان عام. لا على ايه؟ اشرف متبرع. واه بتغفل وتسرق كليته؟ انت كمان بجيب بتتاتر في الاعضاء؟ لا انا بطلت من سنتين، ثم انا ما اقدرش اشوف ابدا لا شكل الدم ولا بعرف امسك مشرط من اساسه. ايه؟ لا مش اللي انت بتفكر فيه، انا دلوقتي كونسلتنت خلاص، اخليهم هم يمسكوا المشرط